خير الناس اللي بتحب مصر بجد، كل الناس اللي بتحب مصر من قلبها. يا جماعة احنا كلنا محتاجين نبقى مع الدولة، الدولة محتاجانا واحنا محتاجين الدولة. احنا من غير دولة حقنا، احنا محتاجين كلنا نقف مع بعض وقفة وندافع عن الدولة دي بكل الأساليب الممكنة. وربنا إن شاء الله طالما احنا مخلصين النية في الدفاع عن البلد دي وفي ان احنا نقف ايد واحدة، ربنا يكرمنا وهتبقى بلدنا أحسن بلد في الدنيا بوجودكم بإذن الله. شكرا جزيلا. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! لتشغيل الشباب الذي وعد فأوفى، ونحن الآن بصدد تنفيذ هذه المبادرة، والكلمة الآن مع السيد الوزير المحافظ الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي اقول لكم الاول اني يعني اللي احنا فيه النهارده دوت بفضل سياده الرئيس ويعني تفكيره الدائم في انه يعمل مشروعات تخلق فرص عمل. الحقيقه التاكسي الواحد هو مصدر رزق لاسره او اكتر، واحنا فاهمين كده. ويعني سياده الرئيس بيصر في كل المشروعات ان يخلق فرص عمل جديده ويخلق ابواب رزق للشباب. فاسمحوا لي باسمكم من هنا من دمياط ان احنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه عشان يبقى في مبادره زي ديت من سياده الرئيس لابد ان يكون في جهات منفذه. اسمحوا لي اقول ان اول الجهات المنفذه والداعمه هي صندوق تحيا مصر، فباسمكم جميعا بتقدم بالشكر لاداره صندوق تحيا مصر. الناحيه التنفيذيه الهامه الحقيقه قام بيها الصندوق الاجتماعي. اسمحوا لي باسمكم ان انا اشكر الصندوق الاجتماعي وامين عام الصندوق الاجتماعي الاستاذه سهى سويدة. احنا في المحافظه بادرنا، احنا عارفين المشروع كان من فضل وجودكم معايا، فانا بتقدم ليكم بالتهنئه وبقول لكم مبروك، ويا رب باذن الله يكون فتحه خير عليكم. وخلينا دايما حاطين في بالنا واحنا راكبين التاكسي دوت في دعم كبير جدا من الدوله ومن سياده الرئيس ومن صندوق تحيا مصر ومن الصندوق الاجتماعي، وبالتالي بلاش نغالي على الناس في الأجر. واكيد انتوا عارفين ان انا اصدرت قرار لتركيب العدادات في التاكسي والالتزام بالبنديره والعدادات، والقواعد معروفه. فانا هقول ان دي ال100 تاكسي دول هم اللي هيبقوا مميزين في محافظه دمياط، هم اللي هيمشوا بالظبط على كل القواعد، وهيبقوا افضل نموذج لمشروع التاكسي في محافظات مصر، وافضل نموذج للتاكسي جوه محافظه دمياط بوجودكم جميعا. فانا بشكركم جميعا. مبروك، الف مبروك، ربنا يديكوا خيرها ويكفيكوا شرها ويسترها معاكم ويسترها في الطريق. واتفقنا هنراعي الناس، ده وعد، ده وعد. كل واحد هيركب معاه حد وهيستغل وهيفتكر الكلمه دي، ده وعد. شكرا جزيلا. مصر يا أم البلاد
مصر أمن